انا مش هتكلم بجمل جميله، لكن انا هقول لكم عن اخطار النووي وليه احنا ضد النووي، وليه احنا بنقول ان النووي خطر داهم على مصر كلها. لما حادث تشيرنوبل حصل وكان سبب من اسباب تكوين حزب الخضر المصري اللي بتشرف بالانتماء ليه، واللي بتشرف ان انا كنت من احد مؤسسين في الثمانينات. الحادث ده عمل ايه؟ احنا بنتكلم عن ارقام بالواقع. عمل ايه الحادث دوت؟ الحادث ده اخذ في وشه 93,000 حالة وفاة، واقع مش كلام من الخيال. 4,000 حالة سرطان غدة درقية. عندنا 1.4 مليون هكتار من الأراضي تم تدميرهم بالزراعات اللي عليهم. ملايين رؤوس من الماشية تم تدميرها. احنا هنا نبنى من الحب او من الشر جانب. نبنى من الشر جانب في ألبان المواشي اللي جت وصدروها لنا هنا، والخضر بتوع المانيا لما تصدوا للشحنة التانية احنا قلنا لازم احنا كمان كشعب يبقى عندنا الخضر اللي يتصدوا للنووي، لان ده ما بيصيبش اهل المنطقة اللي هي عايشة فيها، ده بيصيب 250 كيلو متر حوالين اي تدمير ممكن يحصل. يقول لك الموقع امن. امن من ايه؟ امن من تدمير بشري متعمد؟ طبعا لا، لان ممكن اي طيارة تيجي تضرب اي قنبلة ممكن تفجر الدنيا كلها، ممكن تلتقي الدنيا كلها اشعاع نووي. امن من خطأ بشري. خطأ بشري ممكن يحصل من الناس اللي شغالة في قلب المفاعل؟ لا مش امن. امن من كارثة طبيعية ممكن تحصل. شفنا فوكوشيما، شفنا ان فوكوشيما الى الان امبارح بس في تصريح ان الاسماك اللي في البحار حوالين فوكوشيما لازالت متاثره بالاشعاع، لازالوا بيكشطوا الارض حوالين. احنا قد التكلفه بتاعت كشط الارض لما تتلوث بالاشعاع. طيب ماشي، احنا بنقول انه امن ونصدقكم ان هو امن. طب لما نقول ان هو امن وتقدروا تامنوه، النفايات بتاعت الاربع محطات الشيطانيه اللي عايزين يحطوها لنا في الضبعه هتروح فين حته؟ نشوف النفايات دي قد ايه. لما كل محطه تطلع 27 طن سنويا من النفايات النوويه، يبقى عندنا 4 محطات في ال50 سنه اللي هم العمر الافتراضي للمحطات النوويه هنلتقي 5400 طن اتدفنوا في ارض الضبعه. ده تأثير للأجيال اللي جاية. احنا الضبعة بنبص لها او مطروح او الساحل الشمالي ان هو مستقبل الأجيال اللي جاية، مستقبل مصر، مستقبل التنمية المستدامة. هي دي المكان اللي يسعى المشاريع الإنتاجية، هو ده المكان اللي يسعى المصريين ان هم يعملوا مشاريعهم الإنتاجية فيه. طب وليه نووي؟ ليه أساسا نووي؟ احنا ربنا حبانا بطاقة شمسية بيحسبنا عليها كله. الطاقة الشمسية دي ممكن توفر لنا الطاقة الكهربائية. عندنا طاقة الرياح. العالم كله بيتخلى عن النووي، والمتخلفين هم اللي بيجروا ورا النووي.